بمناسبة فترة دخول المدارس بقى شهر 9 وشهر 10 وكل طفل طالع من كي جي 1 أو كي جي 2 وداخل المدرسة. أبشركم بسنة سودة. نصيحة للأمهات، أعمل إيه قبل ما ابني يدخل المدرسة؟ أمهد له المدرسة إزاي؟ ما تنقليش طفل من مرحلة لمرحلة جديدة وفجأة بالنسبة له فجأة يحس إن في مدرسين، منهج، زمايل، صحاب، المفروض يصحى الصبح كل ده فوق دماغه وأنت ما اديتلوش أي إنذار، فيبقى بالنسبة له عامل كده اللي هو انت خدتيه من حاجه لحاجه. هو بالنسبه له هيفضل فتره كبيره تايه ومش فاهم اي حاجه، ومهما تقعدي تفهمي فيه هو اتصدم، فانت محتاجه تفوقيه من الصدمه. بعض الامهات تقول لك انتوا مقفورين، والله مش مقفورين، دول اطفال اطفال ومحتاجين يستوعبوا الحاجه بالراحه. فببدا اعمل ايه؟ اول حاجه ببدا احكي له عن المدرسه وقد ايه المدرسه حلوه وقد ايه الكلام دي صح يا حضرة الوكيل؟ هيبقى ليه صحاب حلوين، واجيب فيديوهات عن المدرسه، واجيب فيديوهات لعدد الطلاب اللي بتبقى في المدرسه، فبالتالي لما بيجي رايح المدرسه مش هيتفاجئ بالكم اللي هو فيه. ده اول حاجه. تاني حاجه ببدا اعمل ايه؟ ببدا امهد له المناهج بالراحه، يعني هتكبر وهتبقى شطور والمدرسين بتوعك هيدولك مواد جديده وهيبقى في حاجات احسن من الحضانه، وهيبقى عندك مدرسه كل يوم الصبح وهنقوم سوا وهنفطر سوا. حسسني ان الدنيا هتبقى وردي نوعا ما، حسسني بحلاوه البدايات شويه. مش معنى كده بقولك حسين ان هو مش هيبقى مسؤول، بالعكس، في ضمن كلامك ارمي كام كلمه عن المسؤوليه. يعني لازم تيجي تعمل الهوم ورك بتاعك عشان المدرس ما يقولكش حاجه. اهدي. هي دياب بتنصب الفاعل، اما بتنصب الفاعل من دلوقتي، امال لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر. لازم تيجي تعمل كذا، مهديله الموضوع واحده واحده. حلو في المسؤوليه، حلو في المسؤوليه، فتبقي انت عاملاها شبه اللي ضربتي عصفورين بحجر. تالت حاجه تخلي بالك منها جدا جدا جدا، ان انت تفهمين ان احنا بدانا نكبر، نخلي بالنا من شنطتنا، نخلي بالنا من اللبس بتاعنا، محدش يحط ايده علينا، محدش يودينا التويليت غير الدادا اللي في الحضانه اللي في المدرسه، او ايا كان نوع المدرسه او ايه الظروف اللي هتبقى عليها. محدش يقول لك حاجه وحشه وتسمع كلامه. لو حد قال لك تصرف كذا نروح نقول للمس فلانيه نعمل كذا. ليه بنبدا نمهد له واحده واحده ان هو يبدا مسؤول عن نفسه، لان ماما مش موجوده وبابا مش موجود ومش هيجوا غير في نهايه اليوم الدراسي، فما يبداش يحس ان هو لازم انتوا اللي تدافعوا عنه في كل الاوقات. بالتالي الطفل لما بيجي داخل المدرسه مبيبقاش متفاجئ، بيبقى حاسس ان هو عارف وسط زمايله، فاهم، مدرك، عارف ان في مس كذا وعارف ان في كذا عشان ماما قالت كذا، عشان انا شفت فيديو كذا. بس